لو مهتم بأخبار التطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، اشترك في القناة وأنا هقولك كل ده. يوتيوب ايه وظيفته؟ وظيفته مهمة جدا بالنسبة لحضرتك اللي محمله 10 مليار مستخدم، ان انت ممكن لو انت عندك وصية عايز تسيبها لأولادك، فممكن تعمل الإيميل بتاعك على الجيميل قناة عادي جدا. بتخش من الإعدادات فوق الصورة اللي على إيدك الشمال من فوق، وتعمل قناة، وبعد كده ترفع الفيديو وتعمله غير مدرج، أو تعمله بتاريخ مثلا السنة الجاية، السنة اللي بعديها، زي ما انت عايز تعمله التاريخ. كمان لو عندك أسرار، لو عندك حاجات وخايف عليها وخايف على نفسك وانت شايل الأسرار ديت، او في حد بيهددك، او في حد بيبتزك، او في حد انت عارف عنه حاجات وخايف ان هو يعمل فيك حاجة، كل الحاجات دي واكتر ممكن تعمل فيديو بتاريخ برضو لاحق، بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد شهرين، بعد 3. طول ما انت في امان قدم الفيديو، قدم تاريخ نشر الفيديو. طول ما انت في امان قدم تاريخ نشر الفيديو. كمان لو انت عندك ابنك مثلا وخايف ما تلحقوش هو في الكلية، وعايز تسيب له رسالة صوتية او فيديو تقول له فيها: يا ابني يا حبيبي، انا فرحان جدا وانا شايفك من بعيد، وانا سعيد بيك، وانا ممكن تعمل حاجة زي كده. تعمل فيديو لعيد جوازك انت وزوجتك، حتى لو انت مش عايش الفيديو هيوصل لها، هتشوفه، هتشوف انت قد ايه فاكرها. كل ده واكتر ممكن تعمله باليوتيوب، غير انك تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب. لما كنتش اعرف المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب.